few moments later. 3, 2, 1. I'm out of my head, out of my mind. Why? If you let me, I'll be out of my dress and into your arms tonight. Yeah, I'm lost without it. Feels like I'm always waiting. I need you to come get me out of my head and into your arms tonight. Tonight. Yeah, yeah. If you let me, I'll be out of my dress and into your arms tonight. Yeah, I'm lost without it. Feels like I'm always waiting. I need you to come get me out of my head and into your arms tonight. Tonight. Yeah, yeah. والسلام عليكم ورحمة الله حبابي، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله يلقاكم في هذا الفيديو في احسن الاحوال. وكيف غادي تكونوا شفتوا في المقدمة، اخيرا ولله الحمد والشكر سالينا الاشغال ديال المطبخ والاصلاحات بعد شقاء وعناء كامل شاركت معكم في الفيديوهات السابقة، فاللهم لك الحمد. النتيجة هي هذه. بالنسبه لي صراحه كانت نتيجه مرضيه، وكيف ما رسمت المطبخ ديالي الحمد لله طلع يعني كيف ما تمنيته، فاللهم لك الحمد يا ربي. وتنتوما الله يسهل عليكم يا ربي في كل حاجه تاعت الخير في قلوبكم، الله ينولها لكم يا رب العالمين. ونخليكم مع تتمه الفيديو باش نهضروا على كل حاجه بالتفصيل. وعلى بركة الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيد الخلق. المطبخ ديالنا كيجي على هذا الشكل. بالنسبة للقياسات ديالو يعني هكا الناس جداد اللي اول مرة غادي يشوفوا القناة، فالطول ديال المطبخ هو 3 متر فاصلة 80، يعني ما كاملاش 4 متر. والعرض ديالو هو فقط متر ونصف، يعني صراحة العرض ديالو صغير. وهذا القياس اللي عطيتكم فراه بعد ما دمجناه مع البالكون، فنقدر نقول لكم الصراحة انه من اصغر المطابخ. ولكن اللهم لك الحمد، اي حاجه من عند الله سبحانه وتعالى فهي نعمه ونحمد الله عليها، سواء بالقليل او الكثير. ومني هكا يعني تقدات الكوزينه وقدينا الخزانات، فاستغلينا كل مساحه، بالاخص هذوك الخزانات العلويه، فتبارك الله كبار. وان شاء الله غادي نشارك معكم كاع داك المشتريات اللي شريت المطبخ فاش غادي ننظمها، ونشوفوا شحال هاد الكوزينه ان شاء الله اولا هذا المطبخ غادي تكون القدره الاستيعابيه ديالو. وتاني حاجه غادي نهضر عليها قبل هكا ما نبداو في الشرح التفصيلي، هي الاجهزه الكهربائيه في المطبخ او لا الالكتروميناجي. وفي هذه المرحله فكأي واحد كيكون مقبل على انه ياسس المطبخ ديالو من الصفر، فحنايا كنفكروا في ديك العروض او لي باك اللي كتكون في المتاجر الكبرى بحال الكترو بلانيت، مرجان، كوسموس. وصراحه مشينا هكا درنا في الاسواق، ولكن ما كتلقاش الباك كامل مزيان. كتلقى مثلا الثلاجه يعني الماركه ديالها معروفه، كتلقى الغساله لا. فالصراحه تخوفنا، وحتى الناس هكا اللي عندهم تجارب مع لي باك وبحال هاد لي تريو هادو ما نصحوناش، فتراجعنا وفضلنا ناخذ كل حاجه بوحدها، ولو انها كتقام يعني غاليه بالنسبه للانسان اللي غياخذها كامله في دقه واحده، ولكن فضلنا نصبروا شويه ومن بعد هذا الشيء غادي تنساه. واللي عنده هكا شي تجربه مع هاد العروض اللي كانت ناجحه هكا كتبوها لينا، الله يجزيكم بالخير في لي كومونتير، باش الاخوات هكا يستافدوا مع بعضياتهم. وان شاء الله مازال غادي ندير لكم فيديو على كل حاجه هكا خديناها والمعايير باش خديناها والاثمنه كامله. المهم بالنسبه للثلاجه فاختارينا ويربول، وهاد الريفيرونس هذه صراحه شكروها لينا الناس بزاف، الناس اللي استعملوها.
بالنسبه للغساله فخدينا ال جي اللي بالمنشف او لا سيشوار، حتى هي ان شاء الله غنهضر لكم عليها بالتفصيل ان شاء الله. والفرن خدينا مارك ويربول. هاد النوع هذا اللي كيجي هكا مدمج او لا اونكاستري، صراحه هو يا صدق زوين، مازال هكا نطيبوا فيه مع بعضياتنا وندوي لكم عليه. وهنا النصيحه اللي نعطيكم الناس اللي عندها مساحه في المطبخ ديالها، ضروري ومؤكد انكم ديروه بهذا الشكل، يجي اون كولون باش كتستخدموه وانتم مرتاحين وواقفين وما كتضروش تحناو على ظهركم. وبالنسبه للبوطه او لا بلاك دو كويسون كل واحد وشنو تيقول ليها، فخدينا فينيزيا. اغلبيه هكا فيكم يعني هكا النساء غادي يكونوا عارفينها. الثمن ديالها جد مناسب هاد لا بلاك، يعني بالنسبه للجوده ديالها، وتا هي موجوده عند كاع المحلات اللي كيبيعوا هاد الالكتروميناجي. الشفاط خدينا هاد النوع العادي، يعني ديك لاهوت اللي كتكون بلا فيلتر، ماشي ديك اللي كيكون فيها داك الشومينه ديالها. هذيك الصراحه افضل بكثير، وكتاسبيري مزيان، ولكن كتاخذ لكم واحد المساحه باش كدوز في الخزانات ديال المطبخ. وفقط بين قوسين بالنسبه للناس اللي ما غاديش يبغيو ان الشكل ديال الشفاط ديالهم يجي باين، فدابا راه في الاسواق متواجد هذا النوع هذا اللي كيجي اونكاسترابل او لا مدمج اسفل الخزانات ديال المطبخ بشكل اللي ما كيجيش باين. وبالنسبه الى لاحظتوا فحنايا ما خليناش بلاصه لافيسيل ببساطه لانها ما كايناش ليها بلاصه. صراحه فكرنا وفي الاخير خدينا قرار تاع اننا نستغناو عليها. علاش؟ لان بالدرجه الاولى كنت بغيت هاد المجوره او هاد لي تيغوار هادو اللي كنشير لكم ليهم، صراحه زوينين عمليين بزاف، فكون درت ليها بلاصه ما غاديش يبقى لينا فين نديروهم، فهاد الشيء علاش استغنينا عليها. ودابا غادي ندوزو لثاني نقطه واللي هي الماده مناش مصنوعين الخزانات. فالخزانات تاع المطبخ مصنوعين من الام دي اف، واللي ولا كيتعتبر واحد من اشهر انواع الخشب اللي كتستعمل في المطابخ العصريه. وكاين تاني اللي كيفضل يستعمل هكا في المطابخ العصريه الالومنيوم، نظرا انه كيستحمل الماء. هذه كتبقى مساله قناعات ومساله اذواق. بالنسبه لي انا كنشوف انه كيف ما خصني نحافظ على مطبخ بالام دي اف خصني نحافظ على مطبخ بالالومنيوم، كل واحد والمميزات والسلبيات ديالو. وبالنسبه هكا اللي غادي يبغيو يستعملوا الالومنيوم فمن الافضل شوفوا شي معلم ولا شي شركه اللي كيكونوا كيخدموه بواحد الطريقه اللي ما كيبانش واش الومنيوم. ورجعوا للمطبخ ديالنا، فهنا بالنسبه للام دي اف اللي خدمنا به فهو نوعيه جيده، السمك ديالو عريض وكذلك صلب. هذا كنظن واقيلا ام دي اف ديال ايطاليا، كيكون ما كيتنفخش بالبرد، لان راه كاينين بعض صناع المطابخ اللي كيخدموا باثمنه قليله ولكن كيستعملوا لكم ام دي اف الجوده ديالو اللي ناقصه، بلا ما كيقيسوا الماء غير مع الوقت بالبرد كيتنفخ. فهذا حتى بالنسبه للماء فصعب انه يتسرب ليه الماء، لان هذاك الغلاف اللي نتوما كتشوفوا على برا ديالو، هذا الغلاف مثلا اللامع فهو ملصق عليه باحكام وبواسطه الات اللي هي متخصصه. فهذا من جهه. بالنسبه للارفف فهي من ستراتي ديكور. بالنسبه للستراتي ديكور فهو معروف انه كيتستعمل في الارفف لانه كيكون يعني كنظن انه كيكون متين اكثر من الام دي اف. وبالنسبه للناس اللي عندها القدره انها دير اللاتي فكنصحكم باللاتي اللي هو لان يعني حسب ما قلبت هكا في السوق فهو الاجود في الارفف، لان كيتحمل بزاف يعني هكا ديال الثقل. وراه هادشي كذلك دويت عليه في الفيديو السابق. المهم كيف كتشوفوا دابا كنحل معكم هكا الخزانات،
فكيف كتشوفوا راهم كافيين اننا نحطوا فيهم الاشياء اللي كنحتاجوا انها تكون قريبه منا وكنستعملوها بشكل يومي. واكيد راه كل ما كان عندكم المطبخ اكبر الحظ ديالكم في انكم تزيدوا من الخزانات فكيكون اوفر. وهنا بغيت نشارك معكم الخزانه اللي خصصناها للسخان ديال الماء او الشوفو. فاغلبيه دابا الناس ملي كيصلحوا المطابخ ديالهم كيفضلوا انهم يغطيوه هكا استيتيكمون كيجي اجمل. ولا لاحظتوا راه حنا دايرين تما واحد البريز ديال الضوء لان كنا كنفكروا في السخان ديال الكهرباء، ولكن نظرا اننا لقينا في الاسواق ان الحجم ديالو كيكون كبير فكانت غادي تجي الخزانه كبيره وغادي تجي خارجه على ديك الساريه اللي لاحظتوا كاينه حدا السخان. فهاد الشيء علاش ولينا خدينا هاد الشكل هذا اللي ديال الغاز وبالضبط اللي سميتو شافوطو. حتى هو شكروا لينا الناس والثمن ديالو ارخص من جانكير. غتقولوا لي علاش ما خديتيش جانكير؟ فاحنا عندنا المقليل في اننا في الطابق الرابع، فداك الشيء علاش نصحنا البلومبي اننا بلا ما نزيدوا الفلوس وناخذوه، لان في كل الاحوال هو كيحتاج الماء باش يعطيكم داك التسخين اللي نتوما بغيتو. ومن بعد رحنا غادي نخرجوا ليه هذاك شوميني هكا بور لا سيكوريتي. وراه بالنسبه للجعابي ديال الماء اللي دايزين للسخان فراه دوزناهم وسط الحيط. داكشي علاش ما غاديش يبان لكم لتحت والو الا داك التويو ديال البوطه اللي حتى هو غيبان لكم اونكاستري في الحيط. وثالث حاجه غادي نهضر عليها واللي هي اللون ديال المطبخ. فاللون ديال المطبخ مهم جدا بالنسبه ليا انه يكون لون فاتح، خصوصا بالنسبه للمطابخ الصغيره. و يعني على راسهم اللون الابيض. يعني انا كنهضر بالنسبه لذوقي فكنشوف ان اللون الابيض هو واحد اللون انيق، يعني ما كيديموداش ما كيتملش، وفي نفس الوقت كيعطينا واحد النقاوه ورؤيه واسعه للمكان. فهو يعني بالخصوص هذا اللي كتشوفوا مثلا هاد الابيض اللي كيكون هكا بالام دي اف هاي جلوز. هاد النوع هذا تاع الام دي اف اللي كيجي فيه غلاف لامع وناعم كيتسمى الهاي جلوز. فهاد الهاي جلوز كيعطيكم واحد الانعكاس للضوء، بالتالي فهو هكا كيعطينا واحد الانشراح في الشوفه. والاهم بالنسبه ليا انه سهل في التنظيف وما كتراكمش عليه الدهون يعني بسرعه. يعني مثلا هكا الا مسحتوه غير مره كل 15 يوم فما عمركم غادي تعانيوا من مشكل تاع ترسبات الدهون. وبالنسبه اللون الثاني اللي دخلنا في المطبخ هو هذا اللون ديال الخشب او لا لي فيبو. صراحه كنا مترددين بزاف في الاختيار ديال اننا واش نديروا المطبخ كامل باللون الابيض او لا اننا ندخلوا هذا الشكل الخشبي. هو اللون الابيض كامل كيعطي اتساع اكثر وكيجي عصري وانيق. غير اللي جعلني انني نبدل الراي ديالي هو منين درت مقارنه ما بين صور ديال مطابخ اللي كامله بيضاء وصور ديال مطابخ اللي فيها اللون الابيض وشي لون هكا تاني. لقيت صراحه ان ديك اللي كيكون فيها داخل لون تاني كتكون فيها واحد الحياه اكثر. وهذا الشيء يعني كي كنقول لكم ديما غير مساله اذواق وصافي، اما كل شيء زوين. وواحد المساله اخرى كانت شهوتي في ان يكونوا هادوك الخزانات هاد التحتانيين بحال اللي كنشير لكم ليهم هما اللي يجيو بلا فيبوا والفوقانيين يكونوا بيضين. ولكن هنا المعلم نصحني انه من الافضل ندير داك لي فيبوا الفوق. علاش؟ لان دوك الخزانات التحتانيين هما اللي كيكونوا اقرب للدهون، بالتالي هذاك الام دي اف اللي كيلمع كيكون سهل في التنظيف اكثر، على عكس هذاك اللي كيجي بافيبوا فهو شي شويه بحال اللي كيكون الملمس ديالو حرش، يعني بحال الملمس اللي كيكون في الخشب.
والعشاق الالوان الداكنه او اللون الاسود، فهانتوما كيجي هاد الشكل الخشبي مع الاسود. صراحه حتى هو جا رائع. غير هو محتاج مطبخ اللي يكون كبير وضوي. ونقطة أخرى هو أن الأسود بسرعة كتبان عليه الغبار أو أي أثار مثلا غير ديال هكا اللمس باليد فكتبان عليه، بعكس الألوان الفاتحة. فهاد الشيء الناس اللي عندهم تجربة مع الألوان الفاتحة والداكنة يقدروا يأكدوه لينا. صافي دابا نرجعوا للمطبخ الصغير المتواضع ديالنا. هنا درنا واحد النيش هكا، واحد لو كوان اللي نقدروا نحطوا فيه ديكورات ديال المطبخ، كيعطينا واحد اللمسه جماليه. وصراحه كان المعلم يعني اقترح عليا موديلات اخرين بحال هذا الشكل اللي كتشوفوه في الصوره، كتجي فيه ديك الاضاءه المخفيه او الليد. ولكن حنا عندنا المطبخ صغير، فما يمكنش لينا اننا يعني نخليو مساحه كبيره لواحد الكوان ديكوراتيف. حتى هذا الشكل توا هكا جا زوين، يعني تقدروا مثلا تحطوا فيه الاجهزه الكهربائيه اللي تبغيوها تكون قريبه منكم. ومن هنايا كنبغي نوجه جزيل الشكر لخويا هشام اللي تكلف لينا بالمطبخ، لا هو لا فريق العمل ديالو، السيد اللي معاه خويا عبد الله والسيد مولا رخام، فتبارك الله عليهم، مهنيه عاليه، اخلاق. يعني ماشي غير الخدمه هانتوما كتشوفوا تبارك الله، يعني راه شاكره راسها، خدمه نقيه، فينيسيون ما عندي ما نقول، كاع لي ديتاي. يعني من غير هذا الشيء فكيبقى التعامل انسان كيكون معك معقول، كيدير معك ثمن مزيان، كيلتزم معك بالكلمه، واي حاجه دارها معك النهار الاول فتتلقاها. فاللهم لك الحمد، طيحنا فيهم الله، وولاد الناس الله يجزيهم بالخير. واللي بغى النمره ديالهم فراه هي هذه، وغادي نخليها لكم كذلك في صندوق الوصف او في اول تعليق. راه ما كنقول لكم زعما هكا على النمره الا ورا انا عارفه انهم واحد الفريق اللي ما غاديش نهائيا يحشموني معاكم. بالعكس انا راه من تجربتي الحمد لله اللي يعني كانت تجربه معاهم ناجحه، جو عندي في الاول يعني ترساو ليا يعني هكا كل مكان، يعني فين غادي يكون الحوض الغسيل، الغساله، يعني قبل كاع من ما يبداو العمل في المطبخ. فراه هادشي شاركته معكم في الفيديوهات. فكنقول لهم الله يجازيكم بالخير والله يرحم لكم الوالدين. ملي شي حد كيخدم لك خدمه وكيخليك فرحان راه شي حاجه كبيره. فهذه فقط بين قوسين. ودابا غادي نهضر لكم على سطح العمل او لا البلان دو طرافاي ولا البوتاجي، كل واحد وكي كيسميه. فاول حاجه يعني اللي غادي يجيوني بزاف ديال التساؤلات عليها، يعني واش البوتاجي مبني او لا يعني عصري، يعني غير هكا بالخشب والرخامه. فالناس اللي غادي يكونوا فايت شافوا الفيديو ديال التركاب ديال المطبخ راكم شفتوا انه ما مبنيش، وهضرت بالتفصيل على هاد المساله هذه. بالنسبه للناس اللي غادي يكونوا جداد، فاولا مرحبا بكم والف مرحبا. الا عجبكم المحتوى ديالي ما تنسوش تضغطوا على الاشتراك وزر الجرس باش توصلوا هكا بكل جديد، ومرحبا بكم والف مرحبا. فما بنيناش كي قلت لكم البوتاجي. علاش؟ اولا يعني بهذه الطريقه هذه باش نركب فراه تبارك الله صحيح، وانا ما جيت دابا من فراغ قلتها لكم، حتى جربناه وطلعنا فوق من السطح والحمد لله. يعني داكشي راكب مزيان وكل حاجه شاده في بعضياتها. وحتى بالنسبه لهاد الجهه هذه اللي فيها النافذه، فراه كتشوفوا النص ديالها فيه فراغ ديال الغساله، يعني المكان فين غتكون الغساله ديال الملابس. فبالرغم من ان داك النص كامل يعني كان خاوي، فتا هو طلعت فوق منه ومسحت الشرجم والحمد لله، يعني داكشي شاد بلاصتو. اما الجهه الاخرى فانا ما غاديش نحتاج انني كاع نطلع فوق من البلون، لان هاد الخزانات اللي قراب فراهما قراب ليا. وبالنسبه للخزانات اللي الفوق هادوك لي كاسكيت فراه غادي نطلع ليهم بسلم، يعني ما كنشوفش شي داعي اللي غادي يخليني نطلع فوق هذاك، يعني فوق سطح العمل.
وبالنسبه للناس اللي بغات تبنيه، فكيف ما ذكرت لكم في الفيديو ديال تركيب المطبخ، راه ممكن ديروا هذاك الضاله اللي كتكون ضاله كيت رقيقه وزلجوا تحت منها باش ما عمر يكون عندكم مشكل ديال الرطوبه وديال هكا تكون الحشرات، وديروا بلاصه ديال هذيك البلينته تاع الرخام التحتانيه باش تحصلوا على شكل هكا حديث. وكي قلت لكم فانا كنعاود هاد المعلومات غير بالنسبه للناس الجدد اللي ما غيكونوش شافوا الفيديوهات السابقه ديال الاصلاح. ودابا نرجعوا البلان ديالنا. فبالنسبه للرخام فخدمنا بهذا الجالاكسي نوار. هذاك الجالاكسي الابسولو ما كيكونوش فيه هذوك النقاط او لا دوك لي بايات، كيكون بحال واحد نقيطات هكا كيبريو. هذا فيه واحد نقيطات ما باينينش وما كيبريوش. الا بعدتو كيبان ما فيه كاع حتى شي نقطه. فصراحه هذا تنفضلوا على داك اللي كيكون فيه دوك نقاطي بزاف تيبريو او داك قشور الحوت. المهم كيف كنقول لكم ديما يعني هذا الشيء غير مساله اذواق. وثاني هنايا غادي ننصحكم انكم تاخذوا الجالاكسي بروميير شوا، ماشي ليميتاسيون ديالو. ليميتاسيون راه ما كيكونش فيه هاد اللمعه هادي. كاين المعلم اللي ملي كيخدموا لكم تيدير لكم عليه في الاول كيمسحوا لكم بالزيت، فمني كيمشي كيبقى شويه صافي كيتضبب. واهم حاجه نسطر لكم عليها بالنسبه للناس اللي ما غاديش يبنيو البوطاجي، هي ان الرخيم اللي غيدير لكم الرخامه خاصو يكون حريفي في الرخام ديال المطابخ باش ما عمركم يتسرب لكم الماء للاسفل. وراح كنت دويت حتى على الناس اللي بغاو هذيك الرخامه تكون في اللون الابيض او لا داك الكوارتز اللي صراحه كيضوي المطبخ. مهم راح حتى هو هضرت عليه، راح غتلقاو الرابط في اسفل الفيديو. ودابا غادي ندوزو الافي او حوض الغسيل. فالشكل اللي خدينا هو هذا، يعني راه متواجد في الاسواق. القياس ديالو 50 على 40، كيجي هكا كي كتشوفوا فيه الغرق. ما فيه صراحه شي حاجه شي اوبسيون زايده بحال ديك البورت سافون ولا زعما هكا شي حاجه زايده. ديال اينوكس تاع تركيا. وراه كي قلت لكم اللي بغى معلومات اكثر يرجع الفيديوهات السابقه اللي غادي تلقاو الرابط ديالها اسفل الفيديو. وبالنسبه للطريقه باش ركبناه فكذلك كيف سبق ليا وشاركت معكم اننا فضلنا نركبوه من التحت يجي سوبلون ويتغطاو ليه هذوك الجنبات ديالو. هنا فقط بين قوسين غادي نزيد ناكد لكم ان المعلم اللي يركبوا لكم خاص يكون فايت ليه كيركب هاد يعني بهذه الطريقه هذه احواض الغسيل باش كتعطيكم فينيسيون مزيانه اللي نتوما بغيتو، وكذلك ما كتخافوش لي يطيح لكم من الاسفل. ايضا بالنسبه لهاد الجنبات هادو ديال الحوض فراه ملي كديروا سوبلون ما كيبقاوش يبانوا بحال هاد الشكل هذا اللي كتشوفوا في الصوره. هو هاد الشكل عملي بالنسبه للمطابخ الصغيره لان ما كياكلش لينا المساحه من سطح العمل. اما اللي عنده مطبخ هكا كبير فمن الافضل انه يخلي هذوك الجنبات لانهم تيعطيو واحد المنظر زوين الافي ديالنا، وكذلك فهو كيبان كبير. غير كنزيد ناكد لكم ان هذوك الجنبات ما خاصش يجيو محطوطين فوق سطح العمل بهذا الشكل، لا ضروري ما يجيو متساويين معاه تماما باش الماء كينزل لكم بسلاسه. واخيرا بالنسبه للميتيجور فالموديل اللي خدينا هو هذا. كنظن هكا الناس اللي غتكون كتصلح فراكم غتلقاوه متواجد بكثره في الاسواق. كنت محتاره ما بين هذا الموديل وما بين هذا اللي كيجي كله اينوكس، صافي في الاخر وانا نختار هذا قلت فيه الكحل والاينوكس غادي يجيو مع الرخامه ومع الافي. بالنسبه لهذا الموديل فراه ما فيهش شي زعما شي خصائص معينه. اللي عجبني فيه هو انه اولا ثمنه اقتصادي، ثانيا فهو كيتحرك، وهذه عندي شي حاجه جد مهمه لاننا كنحتاجوا اننا هذاك هكا يعني نتحركوا بالصنبور ديالنا ملي كيكونوا عندنا اواني كبيره كنبغيو نهزوه او العكس ولا نغسلوا به سطح العمل. وبالنسبه للناس اللي عندهم امكانيات اكثر فراه ممكن انكم تاخذوا محسن وما اجود من هذا الموديل هذا.
وراه في الفيديو الجاي ان شاء الله اللي غيكون هو الجزء الثاني من هذا الفيديو غادي نعطيكم التفاصيل ديال الاثمنه ديال كل حاجه في المطبخ. هكا الناس اللي بغاو يديروا اصلاحات في المطبخ ديالهم ياخذوا فكره، واللي عندها ولا اللي عنده اي استفسار يخلي لي في التعليق وان شاء الله نجاوبكم عليه. وفي الفيديو الجاي ان شاء الله غادي نشوفوا مع بعضياتنا الخزانات، غادي نحلوا هذوك المجوره او لي كاسخوليي اللي عندنا في الاسفل. ثم غادي نشوفوا الخزانات العلويه دوك ديال لا كاسكيت اللي صراحه كينفعوا بزاف. غادي نهضروا على الاضاءه ديال المطبخ وكيفاش خصها توزع، كذلك هكا علاش فضلنا اننا نصبغوا وما نديروش الزليج، كيفاش وزعنا لي بريز ديال الكهرباء في المطبخ، علاش ما حيدناش الحيط المطبخ وحيدنا الباب باش هكا يجي كبير. المهم ان شاء الله غادي يكونوا مازال مجموعه من الجزئيات اللي غادي نطرق ليها معكم في الجزء الثاني، واللي ممكن يجيو في البال ديال اي واحد كيفكر يصلح المطبخ ديالو. فكنتمنى يا ربي تخرجوا باستفاده من هاد الفيديوهات، وهذا هو الهدف ديالها، اننا كنستافدوا من تجارب بعضياتنا. فإلا عجبكم الفيديو ديالي ما تنساوش نتوما رجاء دعموني باللايكات ديالكم والتعاليق الزوينه بحالكم. وتا هنايا وغادي نقول لكم الى اللقاء في امان الله، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.